أنا وصال، وفي حلقة النهاردة هتكلم معاكم عن التراكمات النفسية. كلنا بنمر بمواقف كتير في حياتنا بتعرضنا نوع من أنواع التراكمات، واللي ما نعرفوش ان التراكمات دي هي السبب ورا كل مشاكل وضغوطات حياتنا. اي رد فعل احنا بناخده على حاجة مبالغ فيه او بنوفر رياكت على حاجة، فالسبب الاول والاخير ليه هو التراكمات. تعالوا نتكلم عنها كده بالراحة وازاي هنقدر نتخلص منها وازاي نتعامل معاها. الفيديو ده مهم قوي قوي. اي حد في الدنيا نفسيته دي زي البطارية دي بيجي عليها وقت وبتخلص، طبيعي بتخلص من كتر الضغوطات والمشاكل والسلبيات وكل ده. من الناحية التانية بتبقى عايزة حاجة تغذيها. الحاجة دي لازم تكون مثلا اكتيفيتي، مديتيشن، قرب من ربنا، حاجات كتير قوي تتعمل عشان تشحن البطارية دي وترجعها لحالتها الطبيعية عشان تقدر تشتغل وتحب الحياة وتنبسط وتضحك، كل الكلام اللي احنا عارفينه ده. فيلا نبدأ الحلقة. خلينا اوصف لكم التراكمات دي عبارة عن ايه. خلينا نفترض ان اي موقف صغير بيحصل في اليوم، موقف عابر كده بس ضايقني حاجه صغيره، فنعتبر الموقف ده زي حبه الصخره الصغيره جدا. نفسيتنا دي عباره عن مخزن، فالمخزن ده كل يوم انا برمي جواه طوبه صغيره، كل يوم بحط جواه طوبه صغيره لحد ما المخزن ده اتملى على اخره، فبقى حمل تقيل قوي على قلبي ان انا استحمله. فبناء عليه بيظهر سلوكيات على الشخص او عليكي، انت بتستغربي نفسك ازاي انا بقيت كده. ليه سميت النفسيه بتاعتنا زي المخزن؟ انت او انت لو ما تخلصتيش من التراكمات دي باي شكل من الاشكال، هتفضل ترجعك لورا وتنزلك لتحت وتغير نظرتك في الحياه وتخليكي شايفه الواقع بصوره وحشه وتخليكي بتتعصبي على اتفه حاجه وتخليكي بتكبري المواضيع، ولو موقف صغير تقعدي تفكري فيه طول اليوم وتعيدي وتزيدي. كل ده ليه؟ مش عشان الموقف اصلا يضايق او الحاجه اللي انت بتعرضي لها يضايق، لا، عشان انت سمحتي للتراكمات انها تتمكن منك وما خرجتيهاش. فالتراكمات دي اصلا بتبقى عباره عن ايه؟ مشاعر غضب مكبوتة، صدمة من صدمات الطفولة أو صدمات المراهقة أو أي صدمة أنا قابلتها في حياتي، وده بيأثر في اللاوعي، بيخلينا لا إراديا نروح نختار نفس الأشخاص ونفس المواقف ونفس الأماكن عشان بتفكرنا بنفس شعور الألم اللي حسيناه قبل. طيب خليني أقولك إزاي التراكمات دي بتأثر عليكي عشان تتجنبيها وإزاي تتجنبيها. بيأثر علينا إزاي؟ بيتلخص في 3 حاجات. أول حاجة صحة جسمك، الصحة الجسدية. تاني حاجة الصحة النفسية. تالت حاجة سلوكيات. إزاي بقى الكلام ده؟ أثر التراكمات على جسمك بيكون إيه؟ لما تقعدي تشوفي مواقف وحشة وتكتمي جوا نفسك، تسكتي مرة على مرة او تسامحي كتير او تغفري لحاجات ما ينفعش حد يسامح فيها وتحطي جوا نفسك وتيجي على نفسك، هو محدش هيديكي جايزة، يعني انتي بتأذي نفسك مش اكتر. فده بيأثر على جسمك ازاي؟ اول حاجة بيجيلك sleeping disorders، يعني اضطرابات في النوم. يا اما بتنامي كتير قوي، بتفضلي نايمة بال3 ايام مثلا مش حاسة بحاجة، يا اما بتناميش خالص، يعني بتفضلي كتير قوي صاحية، والحاجه دي انا بعاني منها دلوقتي، انا ما بنامش خالص. تاني حاجه الايتنج ديس اوردر او اضطرابات الاكل، يا اما بتاكلي كتير قوي يا اما بتاكليش خالص، تتخني كتير قوي او بتخسي قوي. تالت حاجه هرمون التوتر عندك بيزيد. لما هرمون التوتر عندك بيزيد واللي هو اسمه هرمون الكورتيزول، الهرمون ده بيأثر على حاجات كتيره قوي في مودك وفي طاقتك وفي نومك وفي اكلك وفي نظرتك للحياه وفي كل حاجه، يعني بيشقلب موازين حياتك كلها اول لما معدلات الهرمون ده بتتغير. ده كده من الناحيه الجسديه. من الناحيه النفسيه التوتر والقلق والاكتئاب، النظرة السوداوية للحياة وفقدان الأمل وفقدان الشغف، وكل الحاجات دي بتبدأ تزيد عندك بمجرد ما يبقى عندك تراكمات. أنا هشرح الموضوع ده بطريقة علمية، أنا مش عايزة أبان معقدة قوي أو بتفلسف قوي في الكلام، عشان لما كنت بعمل حلقات بتفلسف فيها كتير فمحدش كان بيشوفها، بس هحاول أبسط الموضوع على قد ما أقدر. في جزء في المخ في نص المخ اسمه الاميجدلا دي مسؤولة عن نسب القلق والتوتر الطبيعية في جسم الانسان، تخليكي تتوتري في المواقف اللي تستحق التوتر، يعني بتعرفك ان انت بني ادمة طبيعية. عندك امتحان، عندك انترفيو، عندك مناسبة مهمة مستنياها من زمان، حد بتحبيه تعبان، فانت اول ما بيكون عندك شحنات سلبية او تراكمات زيادة عن اللزوم بتبدا المعدلات دي تزيد وتنشط قوي، تلاقي نفسك بتتوتري زياده عن اللزوم، بتوفر ثينكي كل حاجه، واي حاجه بتخوفك واي حاجه بتقلقك، فاعرفي هنا ان ده بسبب التراكمات الكتير. اي بقى المفروض نعمله عشان لو عندنا تراكمات نخرجها؟ الانسان ده عامل زي الماشين او زي الاله اللي بتشتغل، بيجي عليها وقت بتتعب، بتكون محتاجه صيانه او محتاجه علاج، محتاجه راحه. لما بنقعد نضغط الماشين دي او الاله دي زياده عن اللزوم ما بتديش اي حاجه او بتدي اداء وحش جدا. زي مثلا لما انت تبقي مضغوطه وتيجي مره واحده تسيبي الدنيا كلها وتمشي او تنفجري في كل اللي حواليك. ده ليه؟ ده عشان انت محتاجه
ريبير او صيانه. الانسان زي الماشين يعني محتاج ريكفري، محتاج يتعالج، يدي لنفسه وقت. هو جواه زي بطاريه دي من كتر الضغوطات والسلبيات والتراكمات بتفضل تنقص تنقص تنقص، فما بيعرفش يشتغل تاني، ما بيعرفش يدي اي حاجه تاني. ومش لازم يشتغل يعني، ما بيعرفش يبقى نفسيا كويس، ودي اهم حاجه. فلو انت فضلتي كده لازم تعملي ريتشارج للباتري بتاعتك. تعملي ريتشارج ازاي؟ كل حاجه نقصت من عندك ارجعي غذيها تاني. ازاي؟ اول حاجه الفنتنج، الفضفضه او الكلام مع حد مقرب ليكي، نوع من انواع تخفيف الحمل او تخفيف التراكمات عنك. لازم تتكلمي مع حد. لو ما اتكلمتيش مع حد او ما عندكيش حد كوني مرتاحه قوي انك تتكلمي معاه، اتكلمي في ورقه، اكتبي واتكلمي في ورقه وقطعيها واحرقيها، بس اكتبي كل حاجه انت نفسك فيها. بس يكون في فنتنج، يعني زي ما دخلتي مشاعر سلبيه خرجيها تاني، لان نفسيتك دي تبقى زي المخزن، هي بتحتفظ بالحاجه مش بتتخلص منها. عشان تتخلصي منها لازم انت بنفسك اللي تخرجي الحاجات دي، لان انت هتفضلي تخزنيها تخزنيها تخزنيها، هتيجي توصلي ان انت تبقي على اخرك، وبعدين يا اما هتنفجري يا اما مش هتشتغلي بقى تاني خالص، مش هيبقى في منك اي فايده، تبقي منطفيه، حزينه، نظرتك للحياه وحشه، فاقده الامل في كل حاجه، وانت تكون ممكن سنك صغير جدا. فهم اهم حاجتين، ان انت تعملي فنتنج تخرجي التراكمات دي. رقم 2 تشغلي نفسك باكتيفيتيز تغذي نفسيتك، تتعلمي حاجه جديده، تتعلمي رياضه، تعملي اي حاجه ترفيهيه، حتى لو هتعمليها كل يوم بشكل مكثف بشكل انتنس، وتعوضي كم التعب والمعاناه اللي انت تعبتيها. اعملي كده وما تستخسريش اي حاجه في حق نفسك، حتى لو الحاجه دي انت هتعمليها بافوره او هتعمليها بشكل مكثف او بطمع شويه. لو انت مثلا عايزه تخرجي كتير قوي، حاجه معينه نفسك تجربيها، تروحي تجربيها مره واثنين وثلاثه وعشرة ومليون لحد ما تزهقي منها. اهم حاجه تبقى انت في الاخر راضيه عن نفسك ومرتاحه تماما 100%، وتقولي كده بينك وبين نفسك خلاص انا مش عايزه حاجه تاني. فما نستخسرش حاجه في حق نفسنا، نعمل برايورتايز لنفسنا اول حاجه. وده مهم جدا، لان الشخص اللي عنده تراكمات ومأثره على سلوكه ومأثره على صحته الجسديه والنفسيه، فهو ده زي العيان بالظبط، يعني زي المريض. يعني عشان يرجع انسان بقى طبيعي تاني، ما عندوش اي ضغوطات ولا مشاكل، عنده سعه صدر، مش بيتعصب، مش بيقلق، مش بيخاف، بينام كويس، بياكل كويس، ومش حاسه ان انت تروحي تقيله على الصلاه او تقيله على العباده. وحاجه اخيره، ما تقوليش ان الحاجه دي فوق طاقتك او اكبر منك. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ربنا عارف ان انت قد الحاجه دي، عشان كده هو اداها لك، عشان يعلمك بيها درس معين، علشان يخرجك من التجربه دي فاهمه حاجه او مدركه لحاجه معينه، لان دي سنه الحياه. ما تشوفيش الموضوع بطريقه سلبيه، بس حاولي على قد ما تقدري تعالجيه وتخرجي نفسك منه. حاجه مهمه كمان نسيت اقولها، احنا مش مطالبين نكون سوبر هيروز او اقوياء او ابطال طول الوقت، احنا مش مطالبين بكده نهائي. عادي لما يجي علينا اوقات مش عايزين نعمل حاجه، عايزين ننام بس، عايزين ما نشتغلش، عايزين نقعد كده بس في اللاشيء، طبيعي جدا. طالما ده هيساهم في الريكفري بتاعتك فخلاص اعمليه، ايا كان بقى شكل الفصلان اللي انت عايزه تفصليه ازاي، اعمليه وما تفكريش في حاجه. كمان، ودي والله انا مقتنعه بيها جدا، وانا بقولها وانا مؤمنه بيها قوي قوي، لان انا برضو اكيد مريت في حياتي بحاجات صعبه وتقيله عليا. في حديث للرسول بيقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. مفيش اي حاجه في الدنيا بتاذينا، سواء تعب جسدي، تعب نفسي، حزن، دي ايا كان، حتى الشوكه الصغيره ربنا بيكفر بيها عن ذنوبك وبيديكي بيها اجر على صبرك وتحملك. اي دموع، اي حاجه، اي دراما في الدنيا صدقوني ربنا بيجازي عليها وبيأجر وبيعوض جامد جدا جدا. انا في فتره من فترات حياتي كان عندي تراكمات كتير، بدأت فعلا اكتبها واتكلم مع كذا حد من الناس القريبه مني، واحكي عنها وافضل اعيد وازيد لحد ما زهقوا مني. ما حد زهق مني، بس كنت بتكلم عنها كتير، وبدات ارجع لكل الاكتيفيتيز اللي في الدنيا اللي بتفرحني، واجيب كل الحاجات اللي بتساعدني، واي حاجه في الدنيا بتقلل من الاسترس او الضغط النفسي عليا كنت بعملها. فانا بشارك تجربتي وبشارك حاجات يعني اتمنى الناس كلها تستفيد منها. وبس كده، دي كانت حلقه النهارده. استنوني الحلقه الجايه، هتكلم معاكم عن موضوع حلو قوي ان شاء الله يعجبكم. وبس كده انا خلصت.